خلي بالك يا برنس، ناس بتقول لك ان في لعيبه في فيوتشر عامله حاجات من اللي بالي بالك في الجون. خلي بالك في تصريح مهم معانا يا برنس من شخص مهم جدا وكل الناس عارفينه، ومهاجم النادي الاهلي بيقرب يا برنس، مهاجم النادي الاهلي بيقرب، وصفقه النادي الاهلي الجديده الاهلي بيقترب ان هو هيعلن عليها يوم ايه ده، يوم الاحد والاثنين اللي جايين، وهقول لك مين الصفقه ديت. وبرضه يا برنس نادي الزمالك اول لما يحل أزمة القيد تاني يوم على طول هيروح يأيد أول صفقة ليه. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا، ما تنساش باللايك بتاعك، عاوزين نوصل الفيديو ده ل 250 لايك، يعني 250 لايك. خليك كريم لو وصلوا ل 300 يا برنس، ولو انت أول مرة تشوفنا يا ريت تنزل تشترك معانا في القناة دلوقتي كده وتفعل زر الجرس. عاوزين نوصل ل 40,000، ناقص لنا يجي 400 مشترك، زق الدنيا معجوك شوية. صلى على سيدنا محمد يا برنس، ونبدأ بأول كلامنا على التصريح المهم. التصريح مين اللي عمله يا برنس؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ يا برنس بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا بحذر النادي الاهلي لو وصلوا الى ضربات الجزاء ما يلعبوش في الجون اللي ناحيه اليمين عشان جنش عامل في الجون ده حاجه. يا كابتن سيد، يا كابتن سيد انت خوفتنا كده. يعني قال لك التصريح من هنا والدنيا اتقلبت، قالت لك ايه؟ عامل حاجات من اللي بالك، ده احنا نسينا الحاجات دي، ده احنا نسينا الحاجات دي. يعني بتجيب ازازه ميه وتقعد ترش كده عند الجون يا جنش ولا ايه؟ قول لي كده يا جنش انت بتعمل ايه؟ خليك سالك تسلك لك الدنيا، ولكن باذن الله باذن الله يا برنس ما نوصلش لضربات الجزاء. يعني بتمناها من ربنا كده ما نوصلش الى ضربات الجزاء يا برنس، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يكون بطل السوبر النهارده يا برنس. القصه الثانيه والموضوع التاني معانا، بيتسو موسيماني بيقترب من تدريب نادي مين؟ نادي بيراميدز. بص يا برنس، موسيماني من المدربين الشاطرين جدا في افريقيا. موسيماني من المدربين اللي لو وفرت لهم امكانيات عاليه جدا زي النادي الاهلي اللي كان موفرها له واللي كان موفر له استقرار، ولكن موسيماني مشي من النادي الاهلي بسبب الضغط الاعلامي اللي كان عليه يا برنس. مشي موسيماني بسبب كده. موسيماني ينجح مع بيراميدز ليه؟ ان بيراميدز ما عندوش اي حاجه في الاعلام، ما عندوش جمهور، ما عندوش الكلام ده. موسيماني كنت بقول عليه من فتره لما كان ماسكنا، كنت بقول عليه ان هو مدرب مرن تكتيكيا. كان بيلعب خطه ايه لو تفتكر؟ 3-4-3، 4-2-3-1، 4-3-3. اللي فاكر انت لما كان بيلاعب حمدي فتحي ريبرو ورا يا برنس ويخلي ياسر ابراهيم وعبد المنعم؟ فهو مدرب عنده تكتيك عالي جدا جدا. يا برنس ما نفعش في الخليج خالص، ولا مع الاهلي ولا في الامارات، ومش عارف مسك فين تاني. فهو ما نجحش بره، هو نجح مع النادي الاهلي ومع سان داونز. انا بقول لك موسيماني لو جه مسك بيراميدز وده الاقرب هينجح مع بيراميدز، لان نادي بيراميدز ما عندوش ضغط جمهور، ما عندوش كل الكلام ده. مدرب فاهم في افريقيا، فاهم الليله في افريقيا، فاهم يا برنس القصه في الدوري المصري، مرن النادي الاهلي، في كل الكلام ده كله ايه على موضوع موسيماني. موسيماني مدرب شاطر جدا 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 ومع الفريق اللي معاه. ولكن نادي بيراميدز هي تحس المشكله عندهم ان هم جابوا مدربين تقال جدا، ولكن هي قصه واقفه هي عند الاداره. وانا كلمتك عن الموضوع ده في الفيديو اللي قبل ده على قصه ان الاداره ما عندهاش الدافع او اللعيبه ما عندهاش الدافع، ولازم الاداره تعمل الموضوع ان يكون عند اللعيبه عندها دافع ان هي تكسب مباريات. القصه مش قصه مدرب ماشي، القصه انك تخلق للعيبه دي دوافع، لان اللعيبه دي نجوم كلها. انت عندك نجوم في كل مركز، نجوم من اول الجول لغايه المهاجم، كلهم نجوم. فانت عاوز مدرب جامد جدا جدا، شخصيه قويه جدا جدا، مدرب ان اللعيبه لازم تقف تسمع له وتركز على تعليماته وكل الكلام ده زي بيتسو موسيماني ماشي. فانت بتتكلم ان موسيماني مدرب تقيل جدا، مدرب عنده وعي تكتيكي عالي جدا جدا، وبيقترب ماشي بالطموح. مستنيك انت وموسيماني ماشي، وانت فاهم يا برنس. ننقل بقى على موضوعين المهمين جدا جدا، هي قصة الصفقات، صفقة الأهلي وصفقة الزمالك ماشي. نبدأ بأول حاجة بصفقة الزمالك. صفقة نادي الزمالك يا برنس اللي هتتأيد اللي هتتأيد تاني يوم فتحة القيد. صفقة مين؟ صفقة محمود صابر. محمود صابر يا برنس لاعب نادي بيراميدز.
محمود صابر يا برنس لعيب عنده 22 سنة. محمود صابر يا برنس لعيب كويس جدا جدا، لعيب بيلعب نص ملعب بيتهيألي انا من وجهة نظري احسن من رؤى واحسن من السيسي. واد صغير مستقبل معاك كده ماشي، وكلنا شفناه في بطولة افريقيا، وشفناه مع بيراميدز، وشفناه في الجون الصاروخي اللي سجله في نهائي افريقيا امام المغرب. لعيب نص ملعب تقيل، بيعرف يشوط برجله الاتنين، لعيب كويس جدا جدا. مسجل مع نادي بيراميدز يعني سكه 8 اهداف وصانع 11 وبيلعب كبديل. فانت ده في الموسمين ولا 3 مواسم اللي هو لعبه، مش هو كان بينزل في الكبديل وهو سنه صغير وسط كوكبه من النجوم دي، فتلاقي مشاركته يعني قليله جدا مع نادي بيراميدز. فانت بتتكلم لعيب يعني كويس جدا جدا. واداره نادي الزمالك ومع المدير الفني كابتن معتمد جمال الاثنين متفقين على قصه محمود صابر لاعب بيراميدز. والواد دوت يا برنس كويس جدا جدا جدا، لعيب هيفيد نص ملعب نادي الزمالك. ان نادي الزمالك حرفيا نص ملعب بعد رحيل امام عاشور، بعد رحيل طارق حامد، بعد رحيل فرجاني ساسي. فانت بتتكلم انك ما عندكش الكواليتي العالي زي دول. انت الثلاثه دولت مشوا، ولكن انت ما جبتش ناس نفس المستوى او اعلى من المستوى. انت جبت مع احترامي كل لعيبه نادي الزمالك الموجوده، ولكن انت جبت لعيبه اقل من فرجاني، اقل من طارق حامد، اقل من امام عاشور. يعني السيسي ولا رؤى ولا دونجا لما كان في بيراميدز كان كويس جدا، ما تعرفش اللي حصل في الزمالك. ولكن انت كنادي الزمالك لازم تبدا تشتغل انك تجيب لعيبه تقيله او لعيبه كواليتي عالي جدا نفس الموجوده في الفرقه، مش الفرقه حالي اللي هم اللي مشوا على فرجاني وامام وطارق حامد. لازم تجيب عشان تحافظ على الفرقه وتحافظ على قوه الفرقه، مش قوه الفرقه تقل لما تمشي صفقات ماشي. فانت بتتكلم ان محمود صابر لعيب كويس جدا جدا، هيفيد نادي الزمالك اول لما يجي، ولعيب يمتلك قدرات خاصه جدا في قصه ايه؟ التسديد من بره ال 18، بيعرف يشوط برجله الاثنين زي امام عاشور واحنا كلنا شاهدين ماشي. ده قصه محمود صابر وبيقترب جدا جدا من نادي الزمالك. وزي ما قلت لك ان تاني يوم فتح باب القيد محمود صابر هيتأيد مع نادي الزمالك. الموضوع اللي معانا برضو تاني برنس قصه المهاجم، وبرضه هقول لك قصه المهاجم ديت ان ده مهاجم هو يعني من اصول عربيه، من اخواتنا انت فاهم، عشان الفيديو فاهم ما يحصلوش اي حاجه، من اصول عربيه، ولكن هو معاه الجنسيه اللي من الدنمارك يعني ماشي، من الدنمارك ماشي يا برنس. ولكن انت بتتكلم ان هو بيلعب في الدوري السويدي ماشي، عنده 24 سنه، لعيب مهاجم، فلعيب كويس جدا. والقصه هنا ان مش لجنه التخطيط اللي جابته ولا الاداره اللي جابته، مين اللي جابه ومين اللي دور عليه؟ كولر. انا نفسي اعرف لجنه التخطيط دي بتعمل ايه، يعني قولوا لي يا جدعان، قولوا لي لجنه التخطيط يعني بتعمل ايه، بتدور فين يا جماعه؟ ما بتدور فين عشان نروح ندور معاها نساعدها؟ ما انا مش شايف، يعني انا مش شايف لجنه التخطيط بتعمل حاجه. يعني كولر اللي جاب موديست، كولر اللي جاب اللي اسمه وسام ابو علي، المهاجم دوت يا برنس اللي بيقرب جدا جدا، واللي اعلنوا عن الصفقه، واللي اعلنوا ان النادي الاهلي بيفاوضوا بشكل قوي جدا. صحيفه اي بي الدنماركيه او كده، يعني كذا صحافه في اوروبا يعني، ولكن دي الابرز اللي هي ايه اعلنت الخبر، واللي كل مصر جابت منه من اولهم يعني ماشي. فانت بتتكلم ان المهاجم ده بيقترب جدا، ولكن القصه لجنه التخطيط بتعمل ايه؟ ما هو كولر اللي بيجيب. طب الناس دي شغاله بتعمل ايه؟ يعني الناس دي شغاله بتعمل ايه يا جدعان؟ فهمونا، يعني فهمونا الناس دي شغاله بتعمل ايه؟ انا مش فاهمها، وهنشوف. الناس بتقول لك كويس جدا، ولكن الصراحه يعني انت عشان انت عارف ان انا صريح معاك، انا لغايه دلوقتي لسه ما شفتوش فيديوهات ولا الكلام ده، لسه ايه نعمل سيرش كده ونخش نتفرج على حاجاته. القصه الثانيه ان كابتن شوبير قال لك يا برنس ان النادي الاهلي هيعلن عن اول صفقاته الشتويه في الايام اللي جايه، ليوم الاحد ليوم الاثنين اللي جايين باذن الله. مين هو؟ عمر كمال يا برنس لاعب فيوتشر، هو دي اول صفقه، ده الوحيد اللي احنا كلنا عارفين اللي هو الاهلي مخلصها ماشي، هو عمر كمال. غير كده لو الاهلي فاجئنا بقى، يعني لو الاهلي فاجئنا ماشي،
ولكن هو دوت يا برنس الصفقه اللي بتقترب بنسبه كبيره جدا جدا ان النادي الاهلي يعلن عليها يوم الاثنين الجاي في بدايه السنه قبل بطوله افريقيا والكلام ده كله. وعمر كمال اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي وجاي من فيوتشر، واللعيب دوت يعني هو كان عاوز الاهلي والاهلي كان عاوزه، راح نادي الزمالك، ولكن هو دلوقتي عاوز يلعب في النادي الاهلي. لعيب عنده قدرات هجوميه عاليه جدا. واللي عاجبني في كولر ان دلوقتي عمال يدور على اللعيبه اللي عندها الشخصيات الهجوميه والدفاعيه في نفس الوقت. وافتكر تصريحه اللي حصل النهارده، عمل تصريح قال لك كوكا دلوقتي خلاص ما بقى مش ناشئ، ان كوكا بدأ ان هو يطور من نفسه، وانا بحب اللعيب اللي بيطور من نفسه ما بيقفش عند حته معينه. التصريح ده ياخدك لمين؟ ياخدك لأليو ديانج. ان القصه ان أليو ديانج اللي لما عملت الفيديو اسباب رحيل أليو ديانج من النادي الاهلي، ان أليو ديانج عنده ميس باص اللي هو الباص بيطلع من رجله غلط، تحركاته في النواحي الهجوميه مش هي اللي عاوزها كولر، كل الكلام ده كله. ان أليو ديانج في النواحي الدفاعيه 10/10، ولكن في النواحي الهجوميه اللي عاوزها كولر من ديانج ما بيعملهاش. ماشي، فانت بتتكلم ان كولر بيحب اللعيب المتطور. ماشي، ولكن يا برنس وصلنا لغايه نهايه الحلقه. ما تنساش اللايك بتاعك بقى، اللايك بتاعك كده، ولو انت عمرك شفنا يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس. ولو وصلت يا برنس لنهايه الفيديو بشكرك جدا جدا جدا. ما تنساش برده انك تستنانا بعد ماتش النادي الاهلي وفيوتشر. وعاوزك بقى طالما وصلت كده هعرف ايه كام واحد وصل، انزل في التعليقات كده توقع نتيجه مباراه النادي الاهلي مع فيوتشر. وانا توقعاتي ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب 3-1. سلام.